ممكن عشان خاطري تقول ورايا كده على فكره. بس انا اقول لك على حاجه، ان شاء الله انا سؤال الامتحان هقوله لك دلوقتي، السؤال اللي هجي لك، واكتب كده على الورقه بتاعتك من فوق ماشي. عمر السخاوي قال لي. طب السبوره اللي انا هكتبها لك دلوقتي دي او اللي جاي ده، دي ان شاء الله اسئله الامتحان باذن الله. طب وهحط لك في الاخر بقى كده شويه افكار نقعد نعيش فيهم انا وانت. بس انا هقول لك على حاجه صغيره، ايه هي؟ ركز معايا ماشي. تيجي نراجع، تعال نراجع في دقيقه اهو، في دقيقه. بص انا كده الدرس خلص ماشي. اللي انا هعمله معاك ده دلوقتي هتدعي لي عليه طول عمرك، اقسم بالله هتدعي لي عليه طول عمرك. انا هجمع لك دلوقتي كل الحاجات المهمه اللي في المنهج اللي مرتبطه بالدرس ده. ايه عيب الدرس ده اللي انا شايفه عيب؟ ان الدرس ده مربوط بمعلومات تراكميه، الدرس ده مربوط بالمضارع التام، الدرس ده مربوط بحاجات كتيره جدا. خلاص اسمع بقى اخوك عمر. قال لك انا عندي هاخد دلوقتي اول تريك. ايه هي يا عمر اول تريكه؟ استعين بقى بالله كده وصلي على النبي، سهلين قوي اقسم بالله، اسهل حاجه اصلا. اكتب 2026 عمر السخاوي قال لي كده، اكتب كده عندك ماشي. يلا انا عندي يا عمر، اكتب عليها كده ان شاء الله يا عمر، ان شاء الله سؤال 2026 باذن الله. يلا بص، حقك عليا انا الكلام اللي انا بقوله لك دلوقتي ده قسما بالله ما هيتجمع كده تاني، ولا انت عمرك هتشوفه متجمع كده تاني، ولا عمرك هتشوفه متجمع بالطريقه دي تاني. خلاص فاسمع مني وامشي معايا واحده واحده عشان ربنا يكرمنا. سنس اقسم بالله ممكن تخش تلاقي نفس الفكره في الامتحان، فركز. طب ده عشان يطلع لك مش بسهوله، مش بالساهل ده. ومفيش، اقسم بالله انت اللي مميز عن اي طالب بالكلام اللي انا بقوله لك ده. انت اللي مميز عن اي طالب موجود في مصر باللي انا بحكيه لك ده وباللي انا بعلمه لك ده. اهلا، السلام عليكم، ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. اللهم صل على محمد صلاة يرفع بها قدرنا ويعلو بها شأننا وتحلو بها أقدارنا ويحقق بها أملنا. صل على النبي، وصل على النبي كده من قلبك عشان ربنا يكرمنا. وقول ورايا لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ازيك؟ عامل إيه؟ أخبارك إيه؟ بص يا سيدي، احنا النهارده ان شاء الله هنبدا يونت 7. طب يونت 7 ده من اسهل اليونتات، يعني اليونت مش هياخد معانا وقت اصلا، هو سهل جدا جدا، بس في شويه افكار هقولها لك في الاخر دي مهمه وهتلخبطك، فانا عشان ما اتلخبطكش فانا هقولها لك، فامشي معايا واحده واحده. هتلاقي اليونت سهل قوي، الكلام اصلا احنا هتلاقي نفسك فاكره، الكلام قلناه قبل كده والازمنه دي خدناها قبل كده، كل حاجه ان شاء الله هتلاقيها سهله. كل اللي انا هطلبه منك ورقه قدامك، لو انت كاتب قبل كده خلاص، انما لو انت جديد اكتب معايا. بص يا سيدي، اولا انت عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ ازيك؟ بتعمل اللي بقولك عليه ولا لا؟ بتذاكر ولا لا؟ بتحفظ ولا لا؟ بتبر مامتك وباباك ولا لا؟ بتصلي ولا لا؟ معايا ولا عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ طب ربنا يكرمك، مش هفضل كل محاضره اكلمك، ربنا يكرمك، ركز وذاكر واعمل كل اللي عليك عشان ربنا يكرمك الفتره دي ان شاء الله. وتاكد تاني ان التعب اللي انت هتتعبه دلوقتي هو ده اللي انت هتكافئ عليه. التعب والمجهود اللي انت هتبذله دلوقتي ده المجهود اللي انت هتكافئ عليه وانت قاعد في اللجنه. وانا لما كنت قاعد في اللجنه كل اللي انا كنت بعمله وانا قاعد في الامتحان هو اللي كنت بعمله قبل الامتحان بشهر في فتره المراجعه. ليه؟ لان اللي كان طول السنه، هات لي كده حد يذاكر من طول السنه او من اول السنه، تعالى قعده دلوقتي لو هو ما راجعش هو مش فاكر اي كلمه. فهي الفتره دي بس هي اللي بتفرق. فوانت قاعد في الامتحان وانا لما كنت قاعد في الامتحان وانت لما تروح ان شاء الله وتقعد في الامتحان هتلاقي نفسك انك بتحل بالكلام اللي انت خدته في فتره المراجعه. خلاص يا ابني، هي دي الفتره، اقسم بالله دي الفتره اللي انت لو ركزت فيها. يعني انا هقول لك الكلام اللي انا هقوله لك النهارده في اخر المحاضره انا ده ما شرحتوش خلال السنه. ليه؟ لان انا على خلال السنه بحاول اسس الطالب افهم ان ده زمن الماضي التام، ده زمن المضارع التام. طب فهمت؟ طب ما تيجي نحل، طب حلنا، طب ما تيجي نراجع عليهم. طب دلوقتي لا، انت خلاص بقى انت الموضوع ده بقى بالنسبه لك سهل، تعالى نعلي الافكار شويه وهوريك دلوقتي واحنا بنعلي الافكار. بس الافكار هتبقى بالنسبه لك سهله، حتى الافكار العاليه هخليها لك سهله، بس انا بفهمك ان هو دي اللي هنا ده هو دي اسئله الامتحان اللي هتيجي. التريكات اللي انا هقولها لك في اخر المحاضره ان شاء الله اسئله الامتحان منها. طب ما هو ده بقى، ده اللي انا المفروض اركز فيه وده اللي المفروض انا امشي بيه الفتره الجايه، انما هقعد اقول اصل. بالله عليك ابدا واستغل كل فرصه. يلا ورقه وقلم ونبدا نقعد ونبدا نكتب، وان شاء الله تكون المحاضره كده خفيفه وهتخلص بسرعه قوي. بص يا سيدي، انا عندي ايه او انا هاخد ايه النهارده؟ طبعا احنا في المحاضره السابعه. حاضر يا عمر، المحاضره السابعه دي يا عمر.
اللي هي بتكلمني عن يونت ايه؟ قال لك دي بتكلمك عن يونت، ثواني، يونت 7. حاضر، يونت 7 ده يا عمر اللي هو بيتكلم عن ايه؟ ثواني بس كده. قال لك يونت 7 ده اللي هو بيتكلم عن حاجه اسمها الباست بيرفكت، الماضي التام. طب صلي على النبي وتمشي معايا خطوه خطوه. بص يا سيدي، انا قبل ما ابدا عايز اقول لك حاجه صغيره. ايه هي؟ احنا خدنا زمن اسمه زمن المضارع. بص يعني احنا ما بنامش، والله العظيم ما بنام، ماشي، وتعبان جدا، فركز معايا خلاص، اقسم بالله اقسم بالله. واللي احنا بنعمله لك الفتره الجايه يعني ان شاء الله يا ربنا، بص ربنا ينفع بينا خلاص، يعني ربنا كده يقدرنا بس نعمل اللي احنا قلناه ده، او اللي احنا كده هنعمله، بس ربنا يقدرنا خلاص. يعني احنا ان شاء الله الفتره الجايه تعالى اهو كده نكتبهم. حل النماذج، خلاص، حل النماذج الاستشاريه، محاضره ال 26 ورقه دي ان شاء الله فيها امتحانك. بعد كده يا عمر قلنا ايه تاني؟ عندنا حل الشوامل، ملخص القصه، حل اي باراجراف وتاخد الدرجه بتاعته صح. فاحنا الكلام بقى ده اللي احنا هنعمله ده هو ما جاش كده بالساهل خلاص، ما جاش يعني عشان اخليك تضمن اي باراجراف يجي لك، ده ما جاش بالساهل. ما قعدناش كده قلنا اي كلام من دماغنا، او قلنا اي محاضره زي ما اي محاضره ما بتتقال والكلام جه كده. القصه ما قعدناش جهزنا الملخص كده من دماغنا او من الكتب، لا ده فاهمني شغل مدروس كده خلاص. فبالله عليك بس كل اللي انا هطلبه منك ابذل مجهود معايا الفتره الجايه خلاص، وانا عارف انا هوصلك ليه باذن الله. طب تعالى يا سيدي نبدا. طب احنا هنا قول لي بقى يلا احنا فين؟ احنا يا عمر في الباست بيرفكت معايا بقى كده. هو الزمن ده اسمه زمن ايه؟ زمن الماضي التام. جدع. طب عمر فكرني كده بزمن اسمه خدناه المضارع التام. انا عندي يا عمر اهو المضارع التام. انا عايز بس افكرك بحاجه ونبدا على طول واوريك وانت بتحل. بص كده يلا. وعندي يا عمر زمن اسمه الماضي التام. طب ممكن عشان خاطري تقول لي المضارع التام ده يا عمر في المعلوم كان بيتكون من ايه؟ ايوه يا عمر عارف، have او has زائد التصريف الثالث. يبقى يا عمر المضارع التام لما كنا بناخده في المعلوم، يعني لما كنت بقول لك لما كنت ببدا بالفاعل، ايوه هو ده المعلوم، كنت بحط have او has زائد التصريف الثالث. جدع. طب يا عمر قول لي بقى المبني للمجهول بتاعه. مش انا كنت بقول لك المضارع التام اي تام لما باجي ابني للمجهول بحط كلمه بن؟ ايوه يبقى have او has بن زائد التصريف الثالث. يعني لما كنت قلت لك في المحاضره، لو انا جيت قلت لك I have cleaned the room. طب يا عمر لو بدأت لك بقى بالمفعول the room have been cleaned، صعبة؟ لا. يبقى يا عمر لما بدأت بالاي بالفاعل بقت الجملة معلوم، حطيت have او has زائد التصريف الثالث. انما هنا يا عمر the room دي المفعول، حطيت يا عمر have been تصريف ثالث. صعبة؟ لا. ده كده زمن المضارع التام. الماضي التام اخوه بالظبط. بص انا مش هجدد اي حاجة. الماضي التام احط بس كلمة had، ادي had زائد التصريف الثالث. الكلام ده فين يا عمر؟ قال لك في المعلوم اهو. طب يا عمر بقى في المجهول قال لك نفس الكلام، احط كلمه بن، يبقى هاد بن زائد التصريف الثالث. صعبه؟ لا. كده انا عرفت الفرق يا عمر. اقسم بالله. طب عمر امتى بقى احط مضارع تام؟ امتى احط ماضي تام؟ لو الاثر اللي عندك مضارع بنحط مضارع تام، لو الاثر اللي عندك ماضي بنحط ماضي تام. عمر ده مش فاهم؟ انا مش عايزك تفهم. شيل كل اللي انا قلته ده وتعالى كده صلي على النبي وابدا معايا. يلا يا سيدي، يلا يا سيدي، بسم الله. احنا يا عمر فين دلوقتي؟ احنا في زمن اسمه زمن الماضي التام. محتاج يا عمر اعرف ايه؟ اول حاجه عن الماضي التام اعرف بيتكون من ايه. فانا يا عمر لو جيت ابص كده للفورمه بتاعه الماضي التام، يعني ايه يا عمر الفورمه؟ يعني شكله، يعني بيتكون من ايه؟ قال لك الماضي التام ده بيتكون من فاعل زائد يا عمر had، واجري واحط عندي التصريف الثالث. ماشي يا عمر؟ ده كده يا عمر التكوين بتاعه. والله. طب كلام جميل. تعالى نكمل. قال لك بعد كده انا عايز يا عمر
الباسيف بتاعه. ادي الباسيف. قال لك يا عمر الباسيف اللي هو المبني للمجهول. قال لك في الحاله دي انا هبدا بالاوبجكت، يعني هبدا بالمفعول واحط يا عمر هاد واحط كلمه بن زائد التصريف الثالث. طب صعبه؟ والله العظيم ابدا. طب يا عمر كلام جميل. بعد كده قال لك بعد كده انا عايزك تقول لي السؤال بتاعه. ادي الكويشن. قال لك في السؤال قال لك انا بكل بساطه بقول ببدا بهاد في الاول، يبقى هاد فاعل زائد التصريف الثالث. طب يا عمر معلش هو انا لو عايز انفي، قال لك بقى في النفي ادي النفي. قال لك في الحاله دي قال لك بقول يا عمر عندي كلمه hadn't زائد التصريف الثالث. طب الكلام اللي انا قلته دلوقتي ده صعب؟ والله العظيم ابدا. ادي دي كده يا عمر التكوينات بتاعته. طب لما اجي اقول لك هو الماضي التام بيتكون من ايه؟ هاد زائد التصريف الثالث. فين يا عمر؟ لو الجمله اللي عندي معلوم، يعني لو بدات لك بالفعل. طب يا عمر الجمله عندي لو مجهول هبدا بالمفعول واحط هاد بين تصريف ثالث. طب يا عمر لو عايز اقول سؤال قال لك هاد فاعل تصريف ثالث. طب يا عمر لو عايز انفي قال لك بقول hadn't زائد التصريف الثالث. اللي انا قلته دلوقتي ده صعب؟ لا. طب قال لك بعد كده يا عمر انا عايزك تعرف حاجه. ايه هي؟ قال لي انا عايز اعرف ايه هي الكلمات الداله. قال لك الكلمات الداله عندي before و after. ماشي. قال لك till وعندك until و when وعندك كلمة by وكلمة by the time و as soon as وعندك كلمة once. حاضر؟ حاضر. هو يا عمر اللي انا بعمله دلوقتي ده دول ايه؟ قال لك دول يا عمر الكلمات. ادي الكلمات الدالة. طب واحدة واحدة. انا لحد دلوقتي ماشي بكل بساطة معاك. هو انا يا عمر الدرس ده اسمه ايه؟ اسمه زمن الماضي التام. صعبة؟ لا. طب الماضي التام ده بيتكون من ايه؟ قال لك بيتكون يا عمر لو الجملة عندي معلوم يعني في فاعل. ايوه قال لك بحط هاد زائد التصريف الثالث. طب لو يا عمر الجملة اللي عندي باسف مجهول بدأ بالمفعول قال لك بحط بس كلمة بين في النص. طب يا عمر انا لو سؤال قال لك هاد فاعل تصريف ثالث. طب يا عمر لو نفي قال لك hadn't تصريف ثالث. عمر انا امتى اصلا هختار دول؟ قال لك لو لقيت كلمة دالة. صعب؟ لا. ايه هي الكلمات الدالة؟ قولهم معايا. before after till until when. لا قول معايا معلش. before after till until when by the time و as soon as once. before after till until when by the time و as soon as once. تاني before after till until when by the time و as soon as once. دول يا عمر اول ما اشوفهم بجري اختار زمن الماضي التام. صعبه؟ لا. طب عمر لحد دلوقتي انا مش شايف حاجه يعني. طب قال لك بص بس ضيف لي كمان دي خلاص وهفهمها لك واحنا شغالين. اكتب عندك لو الاثر ماضي هاجري اختار ماضي تام. صعبه؟ لا. يبقى انا يا عمر امتى هاجري اصلا اختار التكوينات اللي عندي دي؟ لو لقيت كلمه داله او لو لقيت الاثر اللي عندي يا عمر ماضي. صعب يا سيدي الكلام اللي انا قلته ده؟ اقسم بالله ابدا. طب تيجي نصلي على النبي انا وانت ونبدا الدرس؟ يلا. بص يا سيدي على كده معايا. يلا. انا عندي هنا يا عمر عندي هنا كده هبدا الدرس. قال لك ان انا عندي كلمه اسمها before وعندي by the time. ماشي. وعندي كلمه when وعندي كلمه after that. الكلام اللي انا بقوله ده صعب؟ قسما بالله ابدا. قول لي بقى كده انا قلت ايه؟ انا عندي كلمه before وعندي كلمه by the time وعندي كلمه when وعندي كلمه after that. مالهم يا عمر الكلمات دي؟ قال لك الكلمات دي بيجي وراها. ايوه بيجي وراها ايه يا عمر؟ قال لك بيجي معاها ماضي بسيط. حاضر. الناحيه الثانيه زمن الماضي
التام. طب ممكن عشان خاطر تقول لي انا قلت ايه دلوقتي؟ انا عندي الكلمات دي before by the time when after that مالهم يا عمر؟ قال لك بيجي معاهم ماضي بسيط. خلاص؟ الناحيه الثانيه بيجي زمن الماضي التام. الكلام ده يا عمر امتى؟ قال لك انا لو لقيت عندي فاعل. خلاص؟ يبقى انا يا عمر لو لقيت فاعل بحط ماضي بسيط الناحيه الثانيه ماضي تام. ممكن بس تعرف حاجه صغيره ايه هي؟ ان انا عندي الماضي البسيط دايما بيكون الحدث الثاني، انما الماضي التام بيكون الحدث الاول. انا قسما بالله خلصت. طب تاني بص لبساطه، بص لسهوله. قال لك يا عمر انا عندي before by the time when after that مالهم؟ قال لك بيجوا وراهم ماضي بسيط الناحيه الثانيه زمن الماضي التام. اللي انا قلته دلوقتي ده صح؟ لا. يلا نمسك القلم ونتوكل على الله ونحل. بيقول لك هنا ثواني بس. بص يا سيدي before I نقط I نقط. خلاص؟ بيقول لك في الاختيارات قول لي يلا اختار هنا عندك slept بعد كده had studied ولا اختار عندك had studied بعد كده slept. هو كل الموضوع عايزك ترتب. يلا اختار يا عمر عندي slept بعد كده، يعني حط هنا slept وهنا had studied، ولا حط هنا had studied بعد كده slept. يعني اهو اختار انهي اجابه من دول. يلا هو كلمه before ايه اللي بيجي وراها؟ بيجي وراها زمن الماضي البسيط يا عمر. ما هو انت لسه قايل لي. ايوه. طب دي slept ماضي بسيط. ايوه. طب ودي had studied had زي التصريف الثالث ماضي تام. ايوه. يعني كلمه before بيجي وراها ماضي بسيط الناحيه الثانيه زمن الماضي التام. ايوه. يعني هي دي يا عمر الاجابه الصح. اقسم بالله. يبقى هنا يا عمر هتبقى before I slept I had studied. صعبه؟ لا. طب معلش بس انا همسح دول. خلاص؟ وهمسح دي كمان واكتب لك بقى المثال بعد ما تكون انت فهمته. تعال. يبقى هنا يا عمر before، بص بقى البساطة، before I slept I had studied. طب اللي انا هقوله دلوقتي ده دي اهم حاجة. انا عندي يا عمر دلوقتي عندي قدامي اهو جملتين، ادي جملة وادي جملة. قول لي هنا، قول لي من هنا فين الحدث الاول؟ الحدث الاول هبص يا عمر اشوف فين الماضي التام. had studied الماضي التام. ايوه يبقى هي دي يا عمر الحدث الاول. طب عمر فين الحدث الثاني؟ الماضي البسيط. يبقى الحدث الثاني ده اهو الحدث الثاني هو ده الماضي البسيط. يبقى الحدث الثاني بيكون ماضي بسيط، الحدث الاول بيكون ماضي تام. اللي انا قلته لك دلوقتي ده للفهم بس، يعني انا عايزك تعرفه. اعرف بقى ان before after by the time، معذرة before by the time when after that بيجي وراهم ماضي بسيط. يبقى الكلمات دي اول ما اشوفها احط وراها ماضي بسيط الناحيه الثانيه زمن الماضي التام. ايه التركه يا عمر اللي انا عايزك تعرفها هنا؟ طب دي خلصت؟ تعالى بقى هنكتب هنا كده التركات بتاعتنا. همسك من هنا اول تركه. قال لك انا عندي يا عمر كلمه before اللي انت لسه كاتبها دي. ماشي، مالها كلمة بيفور؟ هقول لك. هو انت اللي هتقول لي؟ تعال. قال لك كلمة بيفور دي ليها حاجة من الاثنين. لو جت اهو بص تعالى عشان يبقى كلامي واضح. لو جت بدون فاعل. يعني الحالة اللي انا هتكلم فيها دلوقتي دي لو عندي بيفور جت من غير فاعل. قال لك انا يا عمر لو لقيت عندي الجملة معلوم او لو لقيت الجملة مجهول. لو لقيت الجمله اللي عندي معلوم قال لك انا هجري واحط يا عمر فيرب بلس اي ان جي. طب لو لقيت الجمله مجهول قال لك هحط بينج زائد التصريف الثالث. طب فاكر لما انا كنت بقول لك اي حاجه بتاخد اي ان جي المبني للمجهول بتاعها بحط بينج التصريف الثالث؟ اقسم بالله قلتها لك. يبقى تعالى كده يا عمر اهو. يبقى انا هنا في المعلوم احط فيرب بلس اي ان جي، لو مجهول احط عندي بينج زائد التصريف الثالث. تعالى يلا حل كده دي. بص هنا كده بيقول لك ايه؟ ثواني. بص يا سيدي بيقول لك هنا being نقط I had studied. يلا وبيقول لك بقى ايه؟ بيقول لك في الاختيارات احط يا عمر هنا slept ولا had slept ولا يا عمر sleeping. يلا
ادي كلمه بيفور. ايه اللي بيجي ورا كلمه بيفور؟ الماضي البسيط اهو. طبعا غلط. ليه يا عمر؟ عشان الماضي البسيط لو في عندي فاعل يبقى دي غلط. طب يا عمر بيفور، ثواني، هو ايه اللي انا كتبته؟ بيفور، ادي كلمه بيفور. طب كلمة بقى بيفور بيجي وراها يا عمر ماضي تام؟ قسما بالله ماضي بسيط، فدي كمان غلط. طب يا عمر بيفور من غير فاعل؟ مفيش بعدها فاعل، احط فيرب او ان جي. يبقى همسح كده اهو. خلاص بالله عليك انا بس بفهمك. يبقى انا همسح كده اهو واقوم قايل لك هنا before sleeping. ايوه I had studied. صعبة؟ لا. طب خلصنا من دول؟ صعبة؟ لا اقسم بالله ابدا. طب تعالى كده نصلي على النبي. اي حاجة، بص انا بقول ايه دلوقتي؟ بص انا بقول ايه؟ عشان ابسط لك الامور، مش هتلاقي اللي انا هقوله لك، الكلمة اللي انا هقولها لك دي مش هتلاقيها، فاسمعها مني. اي كلمة تاني انا هكتبها دلوقتي هيجي وراها زمن الماضي التام. يبقى انا يا عمر في الدرس ده كله اعرف اول 4 انت قلتهم لي، before, by the time, when, after that. مالهم دول يا عمر؟ قال لك بيجي وراهم ماضي بسيط. انت لسه يا عمر قايل لي ببقك. ايوه انا عارف انا بقول ايه. اي كلمه تاني هيجي وراها زمن الماضي التام. صعبه؟ لا. تعال ايه يا عمر الكلمات التانيه؟ قال لك انا عندي كلمه after، وعندي كلمه as soon as، وعندي كلمه when، وعندي كلمه once، وعندي كلمه before that. لاحظ ان هنا before جه معاها after that، انما هنا يا عمر after هيجي معاها كلمة before that. صعبة؟ لا. تعالى لي كده ونشوف دول يا عمر ايه حكايتهم. قال لك بص، قال لك يا عمر انا لو لقيت بعديهم عندي في فاعل، قال لك هعمل ايه لو لقيت فاعل؟ قال لك هعكس يا عمر. قال هو انا لسه قايل ايه؟ اي كلمة غير دول احط ماضي تام. يبقى هجري هنا يا عمر واحط ماضي تام الناحية التانية يا زمن الماضي البسيط. بس استنى بالله عليك ثواني. ادي هنا يا عمر حط ماضي تام وهنا ماضي بسيط. الماضي التام ده بيكون الحدث الاول، الماضي البسيط بيكون الحدث الثاني. عمر ممكن تفهمني؟ افهمك طبعا. هنا بيقول لك before I slept I had studied. قبل ما نمت انا ذاكرت. ايه اللي حصل الاول؟ ان انا ذاكرت. ما هو قبل ما نمت انا ذاكرت. قبل ما اكل انا شرحت المحاضره. ايه اللي حصل الاول؟ ان انا شرحت المحاضره بعد كده اروح اكل. ما هو انا قبل ما اقعد اكل انا قلت لا هشرح المحاضره. يبقى ايه اللي حصل الاول؟ ان انا اشرح المحاضره احطها في زمن الماضي التام. طب ويا عمر اللي هيحصل التاني احطه في زمن الماضي البسيط. طب خلاص كده. فبيقول لك قبل ما انام انا هكون ذاكرت او انا هذاكر. يبقى قبل ما نمت او قبل يعني ما هنام انا هكون ذاكرت يا عمر. يبقى اللي حصل الاول ان انا ذاكرت بعد كده نمت. ما هي بيفور معناها قبل ما نمت انا ذاكرت. ايه اللي حصل الاول؟ ان انا ذاكرت بعد كده نمت. طب تعالى هنا بص هنا بيقول لك ايه. after I had studied I slept. حاضر. تعالى يا عمر انا مش فاهم ايه ده. انا عندي جملتين، ادي هاد ستاريد واي سليبت. خلاص ماشي. وادي الكاما في النص اهي. يلا عمر. وادي هنا كان في كاما اهي. ماشي. طب عمر اعرف بس ان انا عندي الرابط بيجي معايا فيربين او فعلين وبحط كاما في النص. عمر فين الحدث الاول وانا مغمض؟ افتر بيجي بعديها ماضي تام اللي هو الحدث الاول. يبقى يا عمر ده عندي كده الحدث الاول. طب يا عمر اي سليبت ده الحدث الثاني. طب ممكن اتاكد. هو يا عمر بعد ما ذاكرت انا نمت. ايه اللي حصل الاول؟ ان انا ذاكرت. ما هو بعد ما ذاكرت خلصت مذاكره دخلت نمت. يبقى اللي حصل الاول ماضي تام، اللي حصل الثاني ماضي بسيط. صعبه؟ لا. ثواني، اللي انا بقوله ده انا ممكن اقول لك اول 4 كلمات دول بيجي وراهم ماضي بسيط ماضي تام. يبقى لو لقيت كلمه بيفور هات وراها ماضي بسيط وارمي الناحيه الثانيه ماضي تام. طب اي كلمه ثانيه يا عمر حط ماضي تام الناحيه الثانيه ماضي بسيط. وهو يا عمر انا الحمد لله اقسم بالله خلصت. فاهمني؟ طب بس انا بفهمك وبشرح لك. تيجي من التركه الثانيه. تعال. قال لك انا عندي يا عمر كلمه افتر. مالها؟ قال لك اختي بيفور بالظبط. تعالى يا عمر ادي كلمه بيفور. خلاص
معذره كلمه افتر. قال لك يا عمر لو جت بدون فاعل هعمل ايه يا عمر؟ قال لك اقسم بالله نفس الكلام، حاجه من الاثنين، لو الجمله اللي عندي معلوم ولو الجمله اللي عندي يا عمر مجهول. طب لو الجمله اللي عندك معلوم تعالى، ولو الجمله اللي عندك مجهول. قال لك في المعلوم غش يا ابني انقل. قال لك ثواني بس نجيب في قلم اهو. في المعلوم قال لك انا هحط يا عمر فيرب بلس اي ان جي. طب يا عمر في المجهول قال لك هحط بينج زائد التصريف الثالث، نفس الكلام انا مش هغير حاجه. يبقى يا عمر في المعلوم اي ان جي، في المجهول بينج زائد التصريف الثالث. عمر ايه الفرق لما هما الاثنين زي بعض؟ يعني انا جالي في الاختيارات بيفور وافتر وجايب لي مثلا فيرب اي ان جي، احط بيفور ولا افتر؟ ايه الفرق؟ اكيد في فرق. طب بص يا سيدي، قال لك ان دي هتلاقي بقى الناحيه الثانيه زمن الماضي التام. فعلا كلمه بيفور بلاقي الناحيه الثانيه ماضي تام اهو، جاب لي بعديها اي ان جي احط الناحيه الثانيه الماضي التام. انما يا عمر كلمه افتر قال لك هلاقي الناحيه الثانيه زمن الماضي البسيط. صعبه؟ لا. بص يا سيدي عشان بس ايه تفهم، عشان ما بقاش بتكلم على الفاضي. قال لي sleeping I had studied وحطيت لك في الاختيارات احط افتر ولا بيفور؟ انا هقف هبص الناحيه الثانيه، لقيت الناحيه الثانيه زمن الماضي التام. ايه اللي كان بيجي معايا الناحيه الثانيه ماضي تام؟ كلمه بيفور، يبقى الاجابه هنا هتكون بيفور. فهمت؟ بس ده كل اللي انا هعمله. ادي يا عمر كلمه بيفور. صعبه؟ اقسم بالله ابدا. طب تعال القلم واضح. تعال بص يا سيدي، الكلام اللي انا قلته دلوقتي ده صح؟ لا اديني خلصت دي. طب تيجي ناخد عليها مثال. بص هنا بيقول لك after being repaired the car looked new. طب تعال امشي معايا واحده واحده. انا عندي هنا يا عمر اهو كلمه افتر. حاضر جيب بعديها يا عمر بينج تصريف ثالث. عمر ليه؟ عشان انا هبص بعد ما العربيه اتصلحت، العربيه بقى شكلها جديد. هي العربيه بتصلح؟ ده العربيه بتتصلح. يبقى العربيه يا عمر عندي مفعول، وما دام العربيه مفعول احط صيغه المبني للمجهول. ما هو المجهول يا عمر مع كلمه افتر بحط بينج تصريف ثالث. يبقى الاجابه هنا يا عمر هتكون بينج تصريف ثالث، وادي المفعول عندي اهو. بس ملاحظ ان انا هنا يا عمر حطيت لوجد اللي هو زمن الماضي البسيط. ايوه، لان انا عندي افتر لما بيجي وراها في المعلوم او في المجهول فيرب اي ان جي او بينج تصريف ثالث بحط الناحيه الثانيه زمن الماضي البسيط. صح؟ لا. خلصنا منها؟ تعالى يا سيدي بص، خلاص احنا بنخلص اهو. ده الدرس والله العظيم. طب انا عايز اراجع ماشي، وعشان اثبت لك ان اليونت ده من اسهل اليونتات. قول معايا. انا عندي يا عمر بيفور باي ذا تايم، رد، لا بالله عليك رد. بيفور باي ذا تايم وين وافتر ذات مالهم؟ قال لك بيجي وراهم ماضي بسيط، الناحيه الثانيه زمن الماضي الثاني. خلصت الكلام ده فين؟ لو في فاعل. طب عمر انا لو لقيت بقى كلمه بيفور من غير فاعل، قال لك عندي حاجه من الاثنين، يا اما فيرب اي ان جي يا اما بينج تصريف ثالث. فيرب اي ان جي في المعلوم، بينج تصريف ثالث في المجهول. جدع. طب عمر الناحيه الثانيه انا كنت بلاقي ايه؟ قال لك بلاقي زمن الماضي التام اهو. طب عمر ايه كمل بقى. اي كلمه ثانيه احط الماضي التام بعد كده الماضي البسيط، والماضي التام دايما بيكون الحدث الاول، يعني الحاجه اللي حصلت الاول، والماضي البسيط بيكون الحاجه اللي حصلت الثاني. صعب؟ لا. قال لك انا عندي بعد كده كلمه افتر معذره افتر as soon as once وwhen وبيفور ذات مالهم؟ قال لك خلاص ما انا قلت بقى هيجي وراهم يا عمر ماضي تام، الناحيه الثانيه ماضي بسيط. طب عمر افتر من غير فاعل نفس معامله بيفور، فيرب اي ان جي او بينج تصريف ثالث. امتى اي ان جي؟ لو الجمله اللي عندي معلوم. امتى بينج تصريف ثالث؟ لو الجمله اللي عندي مجهول. عمر معلش بس انا عايزك تقول لي كده الخلاصه، اعرف منين ان الجمله اللي عندي معلوم ولا مجهول؟ عشان انا هتلخبط. بص على الجمله الثانيه، لو لقيتها بادئه بفاعل يبقى الجمله معلوم، لقيتها بادئه بمفعول يبقى الجمله مجهول. عمر انا مش فاهم. تعال كلمه بيفور نوت، هنا بيقول لك اي يا عمر ده فاعل. ايوه احط فيرب اي ان جي لان الجمله معلوم. طب بص هنا كملت ادي الكاما اهي، بيقول لك ذا كار هي العربيه فاعل ولا؟ ادي الجمله الثانيه اهو، العربيه فاعل ولا مفعول؟ مفعول. بدا بالمفعول يبقى الجمله اللي عندك مجهول، يبقى افتر اهي الجمله عندك مجهول احط بينج تصريف ثالث.
طب لو كنت هنا يا عمر لقيت بدل ذا كار لقيت اي او هي او شي او ات او علي او ذا ميكانيك او اي فاعل، كنت حطيت هنا يا عمر فيرب اي ان جي. صعبه؟ لا بس خلاص. طب بص يا سيدي، قال لك انا عندي بعد كده، اقسم بالله خلاص مفيش اي حاجه تاني. طب قال لك انا عندي بعد كده قاعده اسمها، تعال نكتبها هنا. بص يا سيدي، عندي تل، ولا خلينا في النص، تل وانتل. ماشي. هو تل وانتل دي دول يا عمر ايه؟ هقول لك دلوقتي. قال لك دول يا عمر معناهم حتى الان. خلاص، يبقى تل وانتل معناهم حتى الان. حاضر. ايه بقى يا عمر اعمل ايه يعني؟ قال لك اول ما تشوف تل وانتل هتجيب قبلها حاجه وتجيب بعديها حاجه. انا هقول لك هتجيب قبلها ايه وانت تقول لي ايه اللي هيجي بعديها. خلاص؟ طب تيجي تقول لي انت ايه اللي هيجي بعديها الاول؟ ثواني بس كده. يلا قول لي، هو تل وانتل ايه يا عمر اللي يجي بعديها؟ ها، ماضي بسيط ولا ماضي تام؟ رد. رد. هو انا مش قلت اول 4 كلمات دول بس اللي وراهم ماضي بسيط؟ اي كلمه تاني ماضي تام. يبقى هنا يا عمر ايه اللي هيجي بعدها؟ زمن الماضي التام. حاضر. يبقى يا عمر اهو تل وانتل هيجي وراها ماضي تام. بص بقى قبلها هيجي ايه؟ قال لك قبلها هيجي ماضي بسيط غالبا منفي. يعني هتلاقي ماضي بسيط في الغالب او في المعظم يعني هتلاقيه منفي. طب عمر زي ايه ماضي بسيط منفي؟ قال لك يعني لما الاقي مثلا كلمه wasn't، لما الاقي كلمه weren't، لما الاقي كلمه didn't، لما الاقي كلمه couldn't، لما الاقي مثلا never زائد التصريف الثاني. كل ده يا عمر نفي. صعب؟ لا. طب بص كده، تعال نشوف. بص هنا I didn't go shopping. Not I had finished the house work. حاضر. وبيقول لك في الاختيارات احط يا عمر هنا before، وعندي هنا by the time، وعندي كلمة until. لا، اختار هنا يا عمر ايه؟ همسك القلم وابص. هنا بيقول لك بكلمة بيفور. هي كلمة بيفور بيجي وراها ماضي تام؟ اقسم بالله غلط، ماضي بسيط. يبقى كلمة بيفور غلط. طب باي ذا تايم، باي ذا تايم برضه مع بيفور بيجي وراها ماضي بسيط، غلط، ده ماضي تام. طب يا عمر كلمة انتل، ايوه. تيجي نتأكد؟ تعالى. ادي كلمة انتل هكتبها هنا اهو. اهو. حاضر. مالها يا عمر؟ قال لك بيجي بعديها ماضي تام؟ صح. قبليها ماضي بسيط منفي didn't، ما انا كاتب لك didn't اهو. صح. يبقى كده دي عندي يا عمر خلاص اتأكدت ان هي صح. صعبة؟ لا. تعال كمل. بص يا سيدي، قال لك انا عندي تكوين كده عايزك تعرفه. عندي حاجه اسمها it was only when، و it wasn't until. طب مالهم يا عمر؟ قال لك بيجي وراهم، ثواني بص يا سيدي، قال لك بيجي وراهم ماضي تام، ماضي تام، بعد كده بحط كلمة ذات، بعد كده احط يا عمر زمن الماضي البسيط. طب واحدة واحدة، أنا دي سهلة ماشي، ما فيش حاجة يعني تتقال فيها. أنا أول ما أشوف it was only when أو it wasn't until يا عمر هجري وأحط بعديهم ماضي تام، الناحية التانية زمن الماضي البسيط. بس أنا عايز أعرفك حاجة، هو أنا يا عمر it was only when it wasn't until لو جيت كنت سألتك من البداية هو ايه اللي يتحط بعديهم؟ هتيجي تقول لي وترد عليا. بص يا عمر، انا عندي بيفور وعندي باي ذا تايم، ايوه، وعندي يا عمر افتر ذات ووين. مالهم دول يا عمر؟ اللي بيجوا وراهم ماضي بسيط بس. يبقى يا عمر الكلمات دي هتجيب وراها ماضي تام. هاجي واقول لك جدع، يبقى انت كده فهمتني. خلاص؟ يبقى انا هحفظ اول 4 كلمات اللي بيجوا وراهم ماضي بسيط. اي كلمه تاني هدب على طول الماضي التام. صعبه؟ لا.
يبقى انا عندي it was only when، يبقى it wasn't until. بحط وراهم وانا مغمض زمن الماضي التام الناحيه الثانيه ماضي بسيط، واحط في النص كلمه ذات. بص يا سيدي، لو جه قال لك it wasn't وشال لك وحط لك نقط، تحط كلمه until. طب احط till ولا until؟ عمر، ما هي till بتساوي until. يا عمر يعني هو لو جالي في امتحان اخر السنه وقال لي till ولا until احط until. خلاص؟ بص عدتها كام مره؟ ماشي. طب يا عمر، يبقى انا عندي هنا اللي انا خدته تاني اهو دلوقتي، عندي يا عمر till وانتل. حاضر، مالهم تل وانتل؟ انا اللي هقول لك، انت اللي هتقول لي ادي تل وانتل اللي معناهم يا عمر حتى الان. قال لك يجي بعديها ماضي تام، يجي قبليها يا عمر زمن الماضي البسيط. صعبه؟ قسما بالله ابدا. ادي دي هيجي يا عمر بعديها ماضي تام، وهنا يا عمر يجي ماضي بسيط. خلاص خدنا ايه تاني؟ خدت ان انا عندي يا عمر it was only when و it wasn't until. مالهم يا عمر؟ هقول لك، قول لي ايه اللي يجي بعديهم. خلاص يا عمر بقى، ما انت قلت لي والله العظيم هم 4 كلمات بس اللي وراهم ماضي بسيط. يبقى دي يا عمر هيجي وراها ماضي تام. قال لك بس بشرط احط هنا عندي كده كلمه ذات، واحط الناحيه الثانيه زمن الماضي البسيط. يبقى يا عمر اهو احط هنا ماضي تام بعدها على طول، بعد كده عندي كلمه ذات، بعد كده يا عمر عندي زمن الماضي البسيط. صعب الكلام اللي انا قلته ده؟ قسما بالله ابدا. طب اهو اكتبها خلاص، وتعالى انا وانت نصلي على النبي يا بطل ونكمل اخر حاجتين خلاص. طب ممكن عشان خاطري تقول ورايا كده على فكره، بس انا اقول لك على حاجه ان شاء الله انا سؤالي الامتحان هقوله لك دلوقتي، السؤال اللي هجي لك، واكتب كده على الورقه بتاعتك من فوق ماشي. عمر السخاوي قال لي قاعده هافينج دي سؤال الامتحان، او قاعده الماضي المزيف، اكتبها ماشي. فان شاء الله كده هقول لك ايه السؤال اللي هجي لك، بس انا عايزك تسمعني كويس قوي ماشي. طب السبوره اللي انا هكتبها لك دلوقتي دي او اللي جاي ده، دي ان شاء الله اسئله الامتحان باذن الله. طب وهحط لك في الاخر بقى كده شويه افكار نقعد نعيش فيهم انا وانت. بس انا هقول لك حاجه صغيره، ايه هي؟ ركز معايا ماشي. تيجي نراجع، تعال نراجع في دقيقه اهو، في دقيقه. انا عندي عمر زمن الماضي التام بيتكون من هات زائد التصريف الثالث في المعلوم، وهات بين تصريف ثالث في المجهول. وعندي عمر لو عايز اقول سؤال هات فاعل تصريف ثالث. طب يا عمر لو عايز انفي هات انت تصريف ثالث. صعبه؟ قسما بالله ابدا. طب عمر عندي بعد كده ايه؟ قال لك انا عندي كلمه بيفور، وعندي باي ذا تايم، وعندي يا عمر كلمه افتر ذات، وعندي كلمه رد. ايه تاني؟ كلمه وين. صعبه؟ لا. مالهم يا عمر؟ قال لك الكلمات دي بيجي وراها ماضي بسيط الناحيه الثانيه زمن الماضي التاني. طب عمر انا كلمه بيفور من غير فاعل حاجه من الاثنين، اي ان جي، او يا عمر عندي بينج تصريف ثالث. امتى اي ان جي؟ لو الجمله اللي عندي معلوم، يعني لو لقيت الجمله الثانيه بتبدا بفاعل. امتى يا عمر بينج تصريف ثالث؟ لو الجمله اللي عندي مجهول، يعني لقيت الجمله الثانيه بتبدا بالمفعول. صعبه؟ لا. طب عمر خدنا ايه بعد كده؟ اي كلمه ثانيه احط بعديها ماضي تام الناحيه الثانيه زمن الماضي البسيط. يعني يا عمر عندي كلمه افتر، وعندي كلمه كمل بقى بالله عليك معايا كده، عندي افتر، وعندي وانس، وعندي وين، وعندي بيفور ذات، وعندي as soon as، بيجي وراهم ماضي تام الناحيه الثانيه زمن الماضي البسيط. عمر هو ايه الفرق بين وين بتاعت بيفور ووين بتاعت افتر؟ شوف الحدث الاول، وين جه وراها الحدث الاول حطه ماضي تام، وين جه وراها الحدث الثاني حطه ماضي بسيط. وانت بتقرا كده هنعرف ده الحدث الاول ولا الحدث الثاني، وهنحل عليها كتير. طب بعد كده يا عمر انت اديتني ايه؟ خدنا كلمه تل وانتل، بيجي وراها اي كلمه بقى ماضي تام. خلاص ماضي تام قبليها ماضي بسيط غالبا منفي. زي ايه الماضي البسيط منفي؟ wasn't، weren't، didn't، couldn't. عندك مثلا ممكن نقول ايه never زي التصريف الثاني، كل ده نفي ووراها الماضي التام. صعبه؟ لا. طب بعد كده خدنا it was only when، و it wasn't until مش till until. ماشي يا عمر، يجي وراهم ماضي تام ذات ماضي بسيط. ده الكلام اللي انا قلته. صعب؟ لا. طب عندي بعد كده ايه يا عمر؟ قال لي انا عندي قاعده ماشي مهمه جدا جدا جدا. خلاص؟ ايه هي يا عمر؟ قال لك انا عندي قاعده هافينج. ماشي. مالها يا عمر قاعده هافينج دي؟ لا هقول لك. قال لك هافينج يا عمر بيجي معاها حاجه من الاثنين. بص كده ثواني، ودي اقسم بالله دي مهمه قوي. ماشي، حاجه من الاثنين.
لو الجمله اللي عندي معلوم قول لي رد. يعني ايه الجمله اللي عندي معلوم؟ يعني هبدا الجمله الثانيه بالفعل. او يا عمر لو الجمله اللي عندي مجهول. يعني ايه لو الجمله اللي عندي مجهول؟ يعني هبدا الناحيه الثانيه بالمفعول. طب تعال واحده واحده كده. لو الجمله اللي عندي معلوم هعمل ايه يا عمر؟ هقول لك. ولو الجمله اللي عندي مجهول هعمل ايه؟ قال لك لو الجمله اللي عندك معلوم انت هتجري وتحط التصريف الثالث. طب لو الجمله اللي عندك مجهول قال لك انت هتحط عندك بن زائد التصريف الثالث. طب الكلام اللي انا قلته دلوقتي ده صعب؟ اقسم بالله ابدا. يبقى هافنج يا عمر اول ما اشوفها عارف ان انا اختار حاجه من الاثنين. هافنج يجي وراها ماضي تام؟ هافنج يجي وراها اي حاجه؟ لا، هافنج حاجه من الاثنين، تصريف ثالث بين تصريف ثالث. امتى يا عمر احط التصريف الثالث؟ لو الجمله اللي عندي معلوم. امتى احط بين تصريف ثالث؟ لو الجمله اللي عندي مجهول. تيجي نشوف؟ تعال بص هنا بيقول لك having not the criminal was taken to prison. حاضر، واحدة واحدة يا عمر. وكاتب لي في الاختيارات بيقول لي هنا يا عمر حط arrested ولا يا عمر being arrested. يلا، هو يا عمر arrested دي فين؟ في المعلوم. being arrested في المجهول. طب عمر اختار برضو هنا يا عمر ايه؟ يبقى هو دي كده في المعلوم، دي كده في المجهول. عمر هو هنا الجمله اللي عندي معلوم ولا مجهول؟ بص الناحيه الثانيه. having not the criminal was taken to prison. المجرم criminal معناها مجرم. طب المجرم اتاخد للسجن. هو المجرم هو اللي بياخد نفسه للسجن؟ المجرم بياخد حد يوديه السجن؟ لا، الحكومه هي اللي بتاخد المجرم. يعني المجرم ده يا عمر مفعول؟ ايوه، لان هو هنا مش فاعل. المجرم ده مفعول؟ ايوه. بدالك الجمله الثانيه بالمفعول؟ ايوه. يبقى بالتالي يا عمر اختار being زائد التصريف الثالث. صعبه؟ لا. يبقى يا عمر اهو الاجابه هنا هتكون being زائد التصريف الثالث. طب بص كده، بص يا سيدي. قال لك هنا having not the police send him to prison. يلا حل لي دي. بيقول لك هنا arrested ولا being arrested. يلا يا ترى هنا تبقى ايه الاجابه؟ having معناها بعد. اعرف بس ان انا عندي having معناها بعد. طب بعد يا عمر بعد ايه؟ the police sent him to prison. يبقى بعد ابص الناحيه الثانيه. البوليس خده للسجن؟ البوليس هو اللي هياخده للسجن؟ ايوه. يبقى بعد ما اتقبض عليه البوليس خده للسجن. مين اللي هياخده للسجن؟ البوليس. يعني الجمله الثانيه بدات بالفعل؟ ايوه. يبقى الجمله اللي عندي يا عمر معلوم. يبقى ما دام الجمله معلومه هحط عندي التصريف الثالث. يبقى الاجابه هنا هتكون arrested. صعبه؟ لا. فيها مشكله؟ لا. ادي قاعده هافنج بكل بساطه. بالله عليك فيها مشكله؟ اقسم بالله ابدا. يبقى هافنج يا عمر حاجه من الاثنين، يا اما تصريف ثالث يا اما بينج تصريف ثالث. امتى التصريف الثالث؟ لو الجمله اللي عندي معلوم. امتى بينج تصريف ثالث؟ لو الجمله اللي عندي مجهول. صعبه؟ لا. عمر هو انا هعرف منين اصلا ان الجمله اللي عندي دي معلوم او مجهول؟ بص الناحيه الثانيه. لقيته بدا بالفاعل يبقى الجمله معلوم، لقيته بدا بالمفعول يبقى الجمله مجهول. لا ولا انت تركز معايا، انت تركز معايا، المحاضره دي مهمه. انت ممكن تركز. انت وانت قاعد في الامتحان حاجه من دي هتجيلك فتركز. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك يا رب. يا عم هانت والله العظيم هانت، اقسم بالله هانت. خلاص يعني اللي جاي ده مش قليل. يبقى نتعبوا بالراحه. بص والله العظيم همشي معاك بالراحه. هو مش اللي جاي ده قليل؟ اسمع صح، بالراحه. اللي جاي قليل، يبقى اللي جاي ده ما دام هو كده كده قليل وما دام هو كده كده هيخلص، طب ما انا اركز فيه واخلصه زي ما انا عاوز. ما هو بص انا النهارده مثلا قدامي يوم، اليوم ده يقعد ماشي اعمل فيه دايت، كده كده اليوم هيعدي، يفضل ماسك بطني وما اكلش واعمل الدايت وانجح، يا اما اقعد واكل. طب ما هو كده كده اليوم هيعدي. طب ما امسك نفسك عشان اليوم يبقى خلص صح. لا هاكل. طب ليه يا حبيبي؟ ما هو ال 24 ساعه هيعدوا، الشهر ده او الشهر ونص دول هيعدوا خلاص. فامسك نفسي
لا هاكل. امسك نفسك خلاص بالله عليك. وانت قاعد في الامتحان والله هتلاقي الاسئله بتجيلك كده اهو. ما تغشش ماشي، بس انت هتلاقي نفسك عارف الاسئله والله. طب عمر اصل انا خايف المراقبين يكونوا شادين اللجنه. مفيش مراقب هيشد لجنه عليك خلاص. هل انا بقول لك كده عشان تغش؟ لا انا بقول لك كده عشان تبقى فاهم. انا ما بقولكش غش خلاص. بس انت واقسم بالله الغش ده يقلل منك درجات. هتلاقي هنا اجابه وهنا اجابه وهنا اجابه وهنا اجابه، فانت هتلاقي الغش ده بيقلل منك درجات خلاص. بس كل اللي انا هقوله لك المراقبين مش هيشدوا عليك. اخره يقول لك اسكت بص قدامك يعني، ولا ما تتكلمش ولا ما تعملش، بس هو ده كل الموضوع. انما يسحب ورقه ويشد ورقه ما فيش الكلام ده ماشي. ما فيش الكلام ده. التفتيش بالتفتيش بيبقى شديد هنا يعني مثلا محيط القاهره الجيزه المناطق دي التفتيش فيها اسكندريه، انما في مناطق ما فيهاش تفتيش اصلا فاهمني. هل بقول لك كده برضه عشان تجيب سماعه يعني؟ اقسم بالله ما هتجيب مجموعه برضه. بلاش السماعات وبلاش القرف ده. بس اهم حاجه بالله عليك اوعى تغش. اوعاك يعني اعمل اي حاجه غير ان انت تغش. ليه؟ هقول لك موقف. انا كنت قاعد في اللجنه، كان في واحد صاحبي اسمه علي، هو قريب مني قوي يعني زميلي قوي. فهو احنا كنا في امتحان الكيمياء كان صعب. فهو بيقول لي عمر احنا خلاص هم بيلموا الورق، فيعني صعب عليا. ليه؟ عمال يقول لي هو مش حالل من مثلا السؤال ايه؟ من السؤال اللي كان 39 لحد السؤال 45 خلاص. فهو بص لي قال لي عمر راجع معايا من السؤال كان يا 39 يا 38، راجع معايا لحد السؤال 45. فانا قلت له حاضر. فالمهم فتحت انا الورقه وبراجع معاه. فهو قال لي مش بقول لك كده والله العظيم، بس يعني دي غلطه انا عملتها ماشي. فبيقول لي بص اول اتنين دال وبعد كده جيم بعد كده ب ماشي. المهم قعد يقول لي حروف غير بعض. فانا قمت قايل له ايه؟ قلت له يا علي انا عملت من 39 ل 45 جيم. قال لي يا اقسم بالله كان هيتشل في اللجنه، كان هيتشل. المهم بقى ايه، سيبك من كل ده. هو كان بيبوس ايد المراقبه يعني، كان بيبوس كده. المراقبه كانت بتشده بالديسك وهو بيتشد معاها فاهمني. ليه؟ عاوز يصحح الاجابات. فليه تحط نفسك في الموقف ده؟ انت حليت اجابات غلط والله العظيم. كان بيزحف قدامي خلاص، مسك في رجليها كده وهي كانت بتشده. طب ليه انا احط نفسي بقى في الموقف ده؟ ليه؟ ملوش لازمه. صح ولا لا؟ صح؟ ماشي. يلا صلي على النبي. تعال بص يا سيدي، هنا خلصت. طب تعالى اكمل. يلا ايه يا عمر اللي عندي تاني؟ قال لك بقى بص كده وركز معايا. اراجع بس دي يا عمر. هو انت هنا يا عمر قلت لي ايه؟ قلت لي ان انا عندي قاعده. انا بكتب لك هنا التريكات اللي هي هنركز فيها. انا عندي يا عمر قاعده هافينج. لا تعالى نكتبها في الاول اهو. عندي يا عمر قاعده هافينج، هيجي وراها حاجه من الاثنين، تصريف ثالث او يا عمر بن زائد التصريف الثالث، ولا بين تصريف ثالث مش بينج تصريف ثالث ماشي يا رب. ادي اهو وادي اهو. ايه الفرق يا عمر؟ قال لك دي في المعلوم انما دي يا عمر في المجهول. بس صعبه؟ لا تعال بص بقى، عايزك بكامل تركيزك ماشي، كامل تركيزك معايا. بص يا سيدي، قال لك انا عندي طبعا الكلام ده احنا خدناه قبل كده بس انت مش عارفه، انا بشرحه كانك اول مره. انا عندي يا عمر كلمه اسمها نو سونر، وعندي كلمه اسمها hardly، وعندي كلمه اسمها scarcely، وعندي يا عمر كلمه اسمها barely. مالهم؟ قال لك بص الاربع كلمات دول يا عمر قال لك انا بجيب وراهم ماضي تام في صيغه سؤال. تاني الاربع كلمات دول مالهم؟ قال لك انا هجيب وراهم ماضي تام بين قوسين كده صيغه السؤال اللي هي ايه؟ روح غش. هو انت هتقولها ببقك؟ روح غش اهو. هاد فاعل زائد التصريف الثالث. طب ادي يا عمر اهو، هات فاعل زائد التصريف الثالث. وقال لك الناحيه الثانيه كده انا قايل لك اي كلمه هيجي وراها ماضي تام عشان بس ما تتلخبطش. وقال لك الناحيه الثانيه الناحيه الثانيه هيبقى ايه؟ زمن الماضي جدع البسيط. صعبه؟ لا. طب قال لك بقى عايزك تعرف حاجه صغيره. ايه هي يا عمر؟ ان انا لازم هنا الاقي ان سونر بيجي معاها كلمه ذان، hardly scarcely barely بيجي معاهم كلمه وين. no sooner than hardly scarcely barely when.
no sooner than hardly scarcely barely when. no sooner than hardly scarcely barely when. تاني no sooner than hardly scarcely barely when. يبقى no sooner بيجي معاها than، اي كلمه تاني بيجي معاها when. no sooner than hardly scarcely barely when. صعبه بالله عليك؟ لا. طب تعالى كده بص، طب ضيف دي، ضيف بس دي، ماشي؟ قال لك انا هيجي وراهم يا عمر هات فاعل تصريف ثالث، ضيف بقى دي مهمه، ماشي؟ بص يا سيدي، او 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 ايه بقى يا عمر؟ او لي did فاعل زائد المصدر. ثواني بس كده، دي اتش عليه. تاني يبقى يا عمر no sooner hardly scarcely barely لو لقيت هات فاعل تصريف ثالث احط يا عمر، خلاص صح. طب يا عمر لو انا ما لقيتش دي او لقيته بيقول لي هات فاعل مصدر بيلخبطني، اشيلها. يبقى يا هات فاعل تصريف ثالث يا ديد فاعل مصدر، اي حاجه من دول يا عمر عندي هتكون صح. بص كده بيقول لك هنا، تعالى اهو نشوف ليه كده، ماشي تعالى نشوف المثال. بص يا سيدي، بص هنا بيقول لك no sooner had we heard the noise then we rushed to the spot. امسك وتعالى نراجع اللي احنا قلناه، هنراجع بس اللي احنا قلناه. ادي يا عمر انا عندي نو سونر، ماشي؟ ايه اللي جه وراها؟ هاد فاعل تصريف ثالث، صح؟ ادي هاد وادي فاعل وادي تصريف ثالث، صح؟ وجي يا عمر معاها اهو كلمه ذان، صح؟ ما هي نو سونر بيجي معاها ذان، صح؟ ويا عمر الناحيه الثانيه لقيت زمن الماضي البسيط، صح؟ يبقى خلاص دي كده عندي مظبوطه. صعبه؟ لا. فيها مشكله؟ لا. طب عمر معلش، هو لو كان هنا كده قال لي بدل هاد وي هيرد كان قال لي ديد وي هير، كانت تبقى صح؟ اقسم بالله طبعا كانت تبقى صح. ليه يا عمر؟ لان انا قلت لك يا هات فاعل تصريف ثالث يا ديد فاعل مصدر. صعبه؟ لا. دي مهم، ماشي؟ خلصت. طب عايز بس اقول لك حاجه صغيره، لو الكلمات دي جات لي في النص بتصرف ازاي؟ قال لك اقسم بالله نفس الكلام. بص اهو تعالى، ادي كلمه no sooner hardly scarcely وبيرلي، واكتب بيرلي، ماشي؟ مالهم يا عمر؟ هقول لك اهو، تعالى استنى. قال لك في الحاله دي، قال لك هحط هنا فاعل، بعد كده عندك احط كلمه هاد، بعد كده احط وراهم هنا التصريف الثالث، حاضر، والناحيه الثانيه احط زمن الماضي البسيط. بس بالله عليك عشان خاطر اخوك عمر، ماشي؟ عشان خاطر اهو هحط يا عمر فاعل، حاضر، وهحط هاد، حاضر، وهحط التصريف الثالث اهو، وهحط زمن الماضي البسيط. صعب؟ لا، بس ركز ان انا عندي نو سونر بتاخد كلمه ذان، والباقي كله يا عمر بياخد كلمه وين. صعبه؟ لا. عمر انا حاسس ان انا اتلخبط منهم. طب بص، في الاول هتفاعل بي او فاعل هاد هما البي بي. عمر مش فاهم حاجه. في الاول هات فاعل بي او فاعل هاد هما البي بي. في الاول هتفاعل بي او فاعل هاد هما البي بي. في الاول هتفاعل بي او فاعل هاد هما البي بي. في الاول هتفاعل بي او فاعل هاد هما البي بي. دي طريقه، خلاص؟ يبقى في الاول دول اللي هم اهو الكلمات. في الاول هتفاعل بي او فاعل هاد هما البي بي. خلاص؟ اقعد تكررها كده كتير هتلاقي نفسك عرفتها. طب يا سيدي تعالى اصلي على النبي واكمل. يبقى انا لو لقيتهم في النص اجيب قبليهم فاعل هاد واحط التصريف الثالث بعديهم. بص انا كده الدرس خلص، ماشي؟ اللي انا هعمله معاك ده دلوقتي هتدعي لي عليه طول عمرك، اقسم بالله هتدعي لي عليه طول عمرك. انا هجمع لك دلوقتي كل الحاجات المهمه اللي في المنهج اللي مرتبطه بالدرس ده. ايه عيب الدرس ده اللي انا شايفه عيب؟ ان الدرس ده مربوط بمعلومات تراكميه، الدرس ده مربوط بالمضارع التام، الدرس ده مربوط بحاجات كتيره جدا. خلاص؟ اسمع بقى اخوك عمر. قال لك انا عندي اول حاجه، خلاص احنا هنمسح ده كده اهو، وتعالى بقى ايه امشي معايا خطوه خطوه بدماغك كده. تعالى يا سيدي، لو عايز تكتب فاعل هاد، ماشي اهو، تعالى لي بقى كده
صلى على النبي. بص يا بطل، تعالى كده معايا يلا. قال لك انا عندي هاخد دلوقتي اول تركه. ايه هي يا عمر اول تركه؟ استعين بقى بالله كده وصلي على النبي، سهلين قوي اقسم بالله، اسهل حاجه اصلا. اكتب 2026 عمر السخاوي قال لي كده، اكتب كده عندك ماشي. يلا انا عندي يا عمر اتس تايم، وعندي وش، وعندي ايد رادر. حاضر، مالها يا عمر الكلمات دي او مالهم الثلاث كلمات دول؟ هقول لك تعال. قال لك الكلمات دي يا عمر قال لك لو لقيت بعديهم فاعل هعمل ايه؟ قال لك بص، لو لقيت بعديهم فاعل، لو الجمله اللي عندك مضارع انا هجري يا عمر احط زمن الماضي البسيط. طب يا عمر لو لقيت الجمله اللي عندي ماضي او الاثر اللي عندي ماضي، قال لك انا هجري احط زمن الماضي التام. صعب الكلام اللي انا قلته دلوقتي ده؟ قسما بالله ابدا. يبقى انا يا عمر واحده واحده كده، انا لو لقيت الاثر اللي عندي مضارع قال لك هجري احط ماضي بسيط. طب لو لقيت الاثر اللي عندي ماضي هجري بحط ماضي تام. ادي الاثر هنا اهو، او الاثر لو مضارع، وادي الاثر لو ماضي. مضارع بحط ماضي بسيط، ماضي بحط ماضي تام. الكلام ده انا لو لقيت فاعل. طب قال لك يا عمر انا لو ما لقيتش اصلا عندي فاعل، قال لك اتس تايم هتاخد يا عمر عندي تو والمصدر. طب وش يا عمر؟ قال لك هتاخد تو والمصدر. ايد رادر قال لك هتاخد المصدر بس. صعب الكلام اللي انا قلته ده؟ قسما بالله ابدا. ادي اهو يا عمر، دي تو والمصدر، وادي دي تو والمصدر، ادي دي المصدر بس. فيها مشكله؟ لا. تعالى كده يا بطل وحل معايا. بيقول لك هنا it is time we نقط our lesson. يلا، وبيقول لك في الاختيارات عندي يا عمر، تعالى بص استنى بس، study ولا to study ولا had studied. ايه يا عمر هنا تبقى الاجابه؟ ابص وكمان حط studied. يلا تبقى ايه هنا يا عمر الاجابه؟ همسك القلم بتاعي وابدا. يلا اتس تايم وي. حاضر، ادي اتس تايم يا عمر اهي، جاب لي بعديها وي فاعل. انا همشي كده يا عمر، خلاص كده دول ماليش دعوه بيهم، همشي كده. ايوه، اشوف الجمله اللي عندي لو مضارع هختار ماضي بسيط، الجمله اللي عندي لو ماضي هختار ماضي تام. اتس تايم وي نوت اور ليسونز. في هنا يا عمر اي حاجه تدل على الماضي؟ لا. يعني في يسترداي، لاست ويك، في اي حاجه بتدل على الماضي؟ كلمه اجو، انه اي سنه في الماضي؟ في لا. يبقى بالتالي مفيش حاجه تدل على الماضي، يبقى بالتالي الجمله اللي عندي مضارع هاجي اختار ماضي بسيط. يبقى الاجابه هنا يا عمر هتكون ستارت. صعبه؟ لا. تعالى شيدي كده اهو، تعال بص يا سيدي. قال لك هنا it is time we نقط our lesson yesterday. وبيقول لك في الاختيارات بقى study had studied to study. تبقى هنا ايه يا عمر الاجابه؟ واحده واحده. انا عندي اهو كلمه اتس تايم وجي وعاها فاعل وي، همشي كده. هنا بيقول لك يسترداي، الاثر اللي عندك ماضي، هاجي اختار ماضي تاني، يبقى الاجابه هتكون هاد ستارت. صعبه؟ فيها مشكله؟ لا. طب عمر هو لو كان بقى، لو جابها لي اصلا من غير فاعل، يعني قال لي اتس تايم كده اهو، قال لي اتس ثواني تايم وحط لي النقط، اتس تايم وحط النقط على طول، اتس تايم بدون فاعل تو المصدر، يبقى الاجابه هتبقى تو المصدر. صعبه؟ لا. ادي يا عمر عندي اول ترك. ماشي. ايه يا عمر عندي تاني محتاج تقوله لي؟ هقول لك دلوقتي. ادي يا عمر تاني حاجه، انا عندي قاعده الروابط الزمنيه. اكتب عليها كده ان شاء الله يا عمر، ان شاء الله سؤال 2026 باذن الله. يلا، ايه هي يا عمر قاعده الروابط الزمنيه؟ قال لك انا لو لقيت اي رابط يا عمر، ايه هي الروابط؟ اهي
يبقى يا عمر انا لو لقيت عندي الرابط اللي هو before after till until when by the time as soon as once، ادي يا عمر لو لقيت عندي رابط. خلاص بص يا سيدي، قال لك الرابط ده لو لقيت قبليه امر او مستقبل، تعال انا بقول ايه يا عمر؟ بقول امر او مستقبل. قال لك يا عمر هتحط الناحيه الثانيه زائد المصدر. تعالى بقى هفهمك انا ليه قلت لك دي دلوقتي. بص يا سيدي، بيقول لك هنا after the car not we will travel at once. واحدة واحدة بقى مع اخوك عمر. ادي يا عمر عندي كلمة after، هي الكلمة دي يا عمر مالها؟ رابط ماشي. الناحية التانية لقيته بيقول لي will travel. هو will travel دي ايه يا عمر؟ مستقبل. عمر سيبك من كل الهبل ده، انا لقيته في الاختيارات بيقول لي had been repaired has been repaired has repaired had repaired. يلا ايه هنا يا عمر الاجابه اللي انا اختارها؟ واحده واحده. after the car. عمر انت لسه قايل لي كلمه after بيجي وراها زمن الماضي التام، ماشي؟ يبقى انا هنا يا عمر هنزل هروح اختار زمن الماضي التام. بس انت برضو يا عمر قلت لي after the car. the car العربيه. ايوه العربيه دي يا عمر مالها؟ العربيه مفعول، يبقى بالتالي هختار صيغه المبني للمجهول، صح؟ يبقى الاجابه هنا هتكون had been repaired. ده اللي انا قلته صح؟ ماشي كمل. افتر بيجي وراها ماضي تام، بس الماضي التام ده غلط، انا محتاج ماضي تام مبني للمجهول. ليه يا عمر؟ عشان افتر جه وراها مفعول، يبقى اختار ماضي تام عادي جدا بس في صيغه المبني للمجهول. ماشي؟ ماشي. ايوه عمر هنا بقى تبقى دي؟ لا. طب واحده واحده. افتر بيجي وراها ماضي تام، افتر هحط ماضي تام، وكان بيجي الناحيه الثانيه زمن الماضي البسيط. يلا لو طلعت الماضي البسيط هديك مليون جنيه. فين الماضي البسيط؟ مش موجود. دي قاعده الروابط الزمنيه. يبقى انا دلوقتي لقيته مثلا هنا بيقول لي بيفور، وانا عارف ان كلمه بيفور بيجي وراها ماضي بسيط، بس الناحيه الثانيه بيجي زمن الماضي التام. هل هنا في ماضي تام؟ لا. يبقى برضو لو كان في بيفور ما كنتش هختار اي حاجه، لان هنا مستقبل. ده رابط جه معاه مستقبل، ده رابط جه معاه مستقبل. بص ثواني دي، ثواني احط الناحيه الثانيه مضارع تام او مضارع بسيط. معلش انا كتبت الناحيتين مستقبل غصب عني. تعال اهو يلا قول لي بقى يا سيدي، هنا كانت تبقى ايه الاجابه؟ ده رابط وده مستقبل. ادي رابط وادي مستقبل، ناقص حاجه من الاثنين، يا اما مضارع تام يا اما مضارع بسيط. همسك القلم يا عمر واسمي الله. ده ماضي غلط، ده ماضي غلط. طب ده مضارع تام بس مبني للمجهول، ده مضارع تام عادي. ايه يا عمر الصح؟ ذكر مفعول. ايوه يبقى اختار هاز بين ريبيرد، مضارع تام مبني للمجهول. صعبه؟ لا. يبقى بالتالي يا عمر امشي واحده واحده، امشي واحده واحده. انا لما الاقي عندي ايه يا عمر؟ لما الاقي عندي رابط ابص الرابط ده الاول، مش اول ما اشوف افتر احط ماضي تام. لا اركز الرابط ده الناحيه الثانيه فيه مستقبل احط مضارع تام او مضارع بسيط. طب عمر لو كان حط لي هنا مضارع تام او مضارع بسيط وحط لي النقط هنا كده، كنت حطيت هنا والمصدر. صعبه؟ لا. تعالى نمسح دي كده اهو. ثواني هكتب لك المثال بقى مظبوط. تعالى اهو. يبقى انا عندي هنا يا عمر ادي كلمه after، ماشي؟ the car، بلاش بقى نقط بقى خلاص. after the car اهو has been repaired. مش انا محتاج هنا زمن المضارع التام؟ ايوه، ما هو انا محتاج زمن المضارع التام. صعبه؟ لا.
ادي زمن المضارع التام اهو، بس حطيته مبني للمجهول. ليه يا عمر؟ عشان العربيه مفعول. طب لو كان قال لك افتر اي حط لك فاعل كنت قلت هاز ريبيرد عادي. اهو الناحيه الثانيه يا عمر هقول لك اكمل بقى بقيه الجمله. اي ثواني بس نكملها بلونها. I will travel at once. صعبة؟ لا. ادي يا عمر التركة دي مهمة قوي، أهم تركة في المنهج. تعالى للتركة الثالثة. بص يا سيدي، أنا عندي لو لقيت المدة، لقيت في عندي مدة، في الحالة دي أنا هجري واختار حاجة من الاتنين. هي أصلا يا عمر المدة؟ يعني مثلا لو لقيته بيقول لي all زائد وقت، خلاص؟ أو مثلا بيقول لي for زائد وقت، كده بيقول لي إن أنا عندي يا عمر مدة، في مدة عندي، ماشي. قال لك في الحالة دي أنا بختار يا إما ماضي تام مستمر أو مضارع تام مستمر. ونيجي نروح للي محتاجين نعرفه. هو الماضي التام المستمر بيتكون من هاد بن زائد فيرب بلس اي ان جي. المضارع التام المستمر بيتكون من هاف او هاز بن زائد فيرب بلس اي ان جي. صعبه؟ لا. الاثنين دول يا عمر بيجوا لو لقيت عندي استمرار او لو لقيت عندي يا عمر مده او زمن. صعب قسما بالله ابدا. طب عمر امال هنا طب ايه الفرق امتى دي وامتى دي؟ قال لك بكل بساطه اهو هختار هنا لو الاثر ماضي. طب ويا عمر اختار هنا لو الاثر اللي عندي مضارع. تيجي نشوف. تعال بص هنا بيقول لك هنا I was exhausted at the end of the exam. بص هنا بقى بيقول لك ايه؟ I not for over 2 hours. حاضر، انا همشي واحده واحده. ماشي؟ كاتب لي في الاختيارات يا عمر عندي had been writing ولا have been writing. يلا اختار هنا يا عمر ايه؟ امشي واحده واحده. انا عندي هنا لقيته وانا بقرا كده لقيته هنا بيقول لي was. انا اهو واحده واحده. هي was دي يا عمر ايه؟ الماضي. ماشي. I was exhausted at the end of the exam. I not for over 2 ادي for over 2 hours. هي دي يا عمر ايه؟ مده. طب انا همسك المده دي وهكتب ان انا محتاج ماضي تام مستمر او يا عمر عندي محتاج مضارع تام مستمر. امتى ماضي تام؟ لو الاثر اللي عندك ماضي. امتى مضارع تام؟ لو الاثر اللي عندك مضارع. طب تعالى نشوف اللي انا قلته ده ايه هنا. يلا هنا يا عمر have been writing ولا have been writing؟ ببص لقيته بيقول لي was. الاثر اللي عندي ماضي؟ الجمله اللي عندي بتتكلم في الماضي؟ ايوه. يبقى محتاج يا عمر ماضي تام مستمر. يبقى الاجابه هنا يا عمر هتكون had been writing. بس صعبه؟ لا. يبقى انا يا عمر انا عارف ان المده والزمن خلاص. لما بلاقي عندي مده او لما بلاقي عندي ان الحدث مستمر بحط ماضي تام مستمر او مضارع تام مستمر. وكتبت لك بيتكونوا من ايه. ماشي؟ ايه الفرق يا عمر؟ ايه الفرق؟ قال لك ان انا بص لو لقيت الاثر اللي عندي مضارع بحط مضارع تام مستمر. لقيت الاثر اللي عندي ماضي بحط ماضي تام مستمر. صعبه؟ لا. طب عمر معلش واحده واحده. هو لو كان بدل واز دي كان كتب لي يا عمر از، كنت رحت اخترت ايه؟ هاف بين رايتنج. ليه؟ عشان بقى الاثر اللي عندي مضارع. صعبه؟ لا. طب يا سيدي تعالى نصلي على النبي ونكمل. بص حقك عليا انا الكلام اللي انا بقوله لك دلوقتي ده قسما بالله ما هيتجمع كده تاني، ولا انت عمرك هتشوفه متجمع كده تاني
ولا عمرك هتشوفه متجمع بالطريقه دي تاني. خلاص؟ فاسمع مني وامشي معايا واحده واحده عشان ربنا يكرمنا. بص هنا بيقول لك ايه؟ I couldn't know. He asked about me since. اقسم بالله اقسم بالله ممكن تخش تلاقي نفس الفكره في الامتحان، فركز. طب ادي هنا يا عمر عندي قاعده since. ماشي اكمل بس. بيقول لك ايه؟ not I معذره ثواني. since I not my mobile. يلا بص في الاختيارات. had been losing ولا had lost ولا have lost ولا was losing. يلا هنا يا عمر تبقى ايه الاجابه؟ واحده واحده. سنس في نص الكلام قبليها مضارع تام بعديها ماضي بسيط. سنس يا عمر بتدل على زمن المضارع التام، فانا يا عمر هقوم ماسك القلم كده وهقوم نازل اهو. فين المضارع التام؟ فين؟ هاف لوست. يبقى الاجابه هنا يا عمر تكون هاف لوست. فانا طبعا هقول لك غلط. ليه يا عمر غلط؟ لان هو طبق القاعده. خلاص؟ مش اول ما اشوف سنس اقدر اختار زمن المضارع التام. طبق القاعده. سنس في نص الكلام قبليها مضارع تام بعديها ماضي بسيط. فين المضارع التام؟ مش موجود. يبقى اختار ماضي بسيط. بس بص يا عمر انا نزلت اختار ماضي بسيط ما لقيتوش، فقلت اختار زمن المضارع التام. نفس الفكره ان شاء الله ان شاء الله في امتحانك. ليه؟ عشان هو عارف قاعده سنس مضارع تام او ماضي بسيط. طب ما هو انا يا عمر ما لقيتش مضارع تام احط زمن الماضي البسيط. غلط. ليه؟ يعني اقرا كده. سنس جه وراها النقط. سنس الاثر جه معاها كود ماضي. سنس جه قبليها الاثر ماضي. اقسم بالله قلت لك بختار زمن الماضي التام في محاضره المضارع التام. وانا بشرح لك في المضارع التام كنت كاتبها هنا كده. قلت لك سنس لو جه قبليها ماضي بحط بعديها ماضي تام. يبقى الاجابه هنا يا عمر هتكون مش مضارع تام، هتكون ماضي تام. يبقى الاجابه هتكون هاد لوست. طب هنروح انا وانت لحته مهمه. ليه يا عمر ما قلتش هاد بين لوزنج؟ لوزنج كده ليه يا عمر؟ لان لوز يفقد او يخسر. ما ينفعش اقول عليها ان في حد عمال يفقد شيء يخسر شيء. الفيرب هنا صادم بيحصل فجاه واحده، مش لونج مش مستمر. يبقى الحدث لو عندي مستمر احطه عادي ماضي تام مستمر. زي اقول لك ستادي، مش انا بكتب؟ الكتابه ايوه. رايت يكتب، مش انا بكتب؟ ينفع افضل اكتب ساعه نص ساعه؟ ايوه، فاحطها عادي في الاستمرار. انما هنا انا بفقد شيء، انا فقدت الموبايل، فقدت التليفون. هل انت بتفضل تفقد ولا هو الموبايل بيضيع مره واحده؟ يبقى ما ينفعش احط الفيرب في الاستمرار. هنروح بقى من دي لنقطه ثانيه مهمه. ايه هي يا عمر؟ قال لك ان انا عندي حاجه. بص الكلام ماشي بيكمل بعض اهو. عندي حاجه اسمها stative verb. يعني ايه يا عمر stative verb؟ يعني بص كده الكلام اللي انا هقوله لك ده. كلمه think، كلمه have، كلمه own، كلمه belong، وعندك كلمه مثلا know understand، وعندك كلمة سيم. مالها يا عمر الكلمات دي؟ قال لك الكلمات دي ما ينفعش اضيف فيرب بلس ان جي ليها. ما ينفعش. صعبة؟ لا. يعني بص كده لما اجي اقول لك اي، ثواني، I that manager for years before I worked with him. يلا. وبيقول لك في الاختيارات had no ولا had been no. فانت هتيجي بقلب ميت كده وتقول لي بص يا عمر I that manager for years. for years لمدة سنوات
before I worked with him. يعني انا اعرف المدير ده من سنين قبل ما اشتغل معاه اصلا. يا عمر، واحده واحده بس. انت يا عمر قلت لي اهو فين ادي كلمه بيفور وادي كلمه worked يا عمر. الاثر اللي عندي ماضي. ايوه، ما انت قلت لي لو الاثر ماضي بختار ماضي تام، يبقى انا هنزل هنا يا عمر واختار ماضي تام. طب ما هو في ماضي تام وماضي تام مستمر. واحده واحده. عمر انت بتقول لي 4 years، ما انت قلت لي 4 يا عمر واي وقت بختار عادي ماضي تام مستمر، يبقى الاجابه هنا هتكون ماضي تام مستمر. غلط. ليه غلط؟ لان فيرب نو ده فيرب ستيتيف، ما ينفعش احط له ان جي، يبقى بقت دي يا عمر غلط، وبقت هي دي عندي الاجابه الصح. صعبه؟ لا. فيها مشكله؟ لا. ماشي. يبقى انا يا عمر واحده واحده، انا عايز اراجع على حاجه. انا يا عمر لو لقيت الاثر اللي عندي مضارع بختار زمن المضارع التام او المضارع التام المستمر. خلاص. ايه الفرق؟ لو لقيت الفيرب ينفع يستمر بحطه في المضارع التام المستمر. خلاص. لقيته بيقول لي وقت، ده كان شغال لمده سنوات، ده كان بيعمل حاجه بقاله ساعتين بيذاكر حاجه في الاستمرار، اقول له هاف مثلا هاف بين ستادينج، ده عمال يذاكر لمده ساعات. خلاص. طب واحده واحده. عمر لو لقيت الاثر ماضي قال لك بختار ماضي تام او ماضي تام مستمر. ايه الفرق يا عمر؟ بكل بساطه اهو، لو لقيت الحاجه مستمره احطها في الماضي التام المستمر. عمر طب امتى اختار مضارع تام مستمر وماضي تام مستمر؟ لو لقيت الاثر مضارع هتختار مضارع تام مستمر، لقيت الاثر ماضي هتختار ماضي تام مستمر. مش صعبه ولا فيها اي حاجه. خلاص. قال لك بس بشرط حاجه واحده، ما ينفعش احط اي ان جي، يعني ما ينفعش اختار مضارع تام مستمر اللي هو بحط له اي ان جي او ماضي تام مستمر لو لقيت الفيرب اللي عندي ستيتيف. صعبه؟ اقسم بالله صعبه؟ لا. طب اخر حاجه هكتبها لك هنا اهو كده. ماشي؟ بص يا سيدي، لو لقيت اعداد وكميات بختار زمن الماضي التام المستمر او المضارع. هو انت يا عمر ليه مدخل لي المضارع هنا يا ابني؟ ما خلاص بقى احنا بنراجع، يعني لازم نربط الدروس ببعض. او المضارع التام المستمر. طب يا عمر لو لقيت مده او زمن قال لك هختار نفس الكلام، ماضي او مضارع مستمر. طب مثال، بص يا سيدي، بيقول لك هنا I was exhausted. I not to essays for over 2 hours لمدة ساعتين. طب أنا منهك، أنا تعبان، exhausted معناها تعبان، أنا بكتب 2 مقالين بقالي يا عمر ساعتين، فأنا تعبان. عمر بيقول لك قول لي أنت بقى، بص من غير ما أكتب ولا أكتب اختيارات ولا يا عم تعالى، هو والله العظيم بص عشان أنا عارف. تعالى بص يا سيدي، بيقول لك هنا has written ولا has. أقسم بالله لو جاوبت ده صح يبقى أنت كده خلاص right، يبقى انت فهمت انا عايز اقول لك ايه. ولا had written ولا had been writing. اقسم بالله يبقى انا كده بص عملت كل اللي اقدر عليه. يلا هنا يا عمر همسك القلم وبص وركز، وحياة اغلى حاجه عندك ركز. ماشي؟ has written واحده I was. هي was دي يا عمر ايه؟ ماضي. ينفع اختار مع الماضي الاثر ماضي اهو، ينفع اختار مضارع تام؟ ينفع اختار مضارع تام مستمر؟ طب ماضي تام ولا ماضي تام مستمر؟ بص يا عمر، ما هو ده الاثر ماضي بختار ماضي تام، يا ماضي تام يا ماضي تام مستمر. بيقول لك انا كتبت 2 ايساي. طب هو يا عمر مش ده عدد؟ لا بص انا كده تعبت. ماشي؟ انا كده تعبت. دي تعالى كده اعداد وكميات ماضي تام او مضارع تام بس، مده وزمن ماضي او مضارع تام مستمر. شيل دي كده، انا كده دي معلش حاجه عليا. تام مستمر انا نقلت. ماشي؟ يلا يبقى الاعداد والكميات بحط ماضي تام او مضارع تام، لو مده وزمن بحط ماضي او مضارع تام مستمر، يعني ماضي تام مستمر او مضارع تام مستمر. حلو. هنا يا عمر الاثر ماضي، ينفع اختار مضارع؟ غلط. طب اختار ماضي تام ولا ماضي تام مستمر؟ ابص واز يا عمر ده ماضي، الاثر اللي عندي ماضي. حاضر. انا بقول لك انا كتبت مقالين، عمر الاعداد والكميات بحط ماضي تام، ما انا خلاص المضارع مش عايزه يا ابني، الاثر ماضي. طب يا عمر احط بقى ماضي تام. ركز، بيقول لك انا كتبت مقالين لمده ساعتين. يعني حطيت لك مده وزمن اهو. ايوه احط المستمر.
لان هل انا هنا حطيت لك اعداد وكميات بس؟ لا، ده انا حطيت لك الاثنين، يبقى حط الاستمرار، انا هفضل مستمر. صعبه؟ لا، يبقى هنا يا عمر الاجابه هتكون هاد بين رايت. ليه؟ عشان انا لقيت عندي المده، والمده هاجي اختار معاها ماضي او مضارع تام مستمر. طب عمر معلش، ليه اهو كلامي هيكون واضح قوي قوي، ماشي؟ ليه يا عمر ما اخترتش زمن الماضي التام؟ اكتب لو عندي في الاختيارات ماضي تام او ماضي تام مستمر، اختار الماضي التام المستمر وانت مغمض لو في حاجه بتدل على الاستمرار. هنا في حاجه بتدل على الاستمرار، ايوه اختار الماضي التام المستمر وانا مغمض. بس خلاص الحمد لله. صعب يا سيدي، انا عارف ان هو كان يونت شوك، وعارف ان هو كان في حاجات كتير قوي وتريكات كتير قوي، بس كان لازم تتقال، كان لازم. ليه؟ عشان اديك شايف دي افكار، اقسم بالله افكار الامتحان. خلاص؟ وناقص لنا كام فكره كده، دول عاديين بقى، عاديين، انت ممكن اصلا هتلاقيك عارفهم. خلاص؟ واحنا بنحل بقى نتعود، لو الاصل ماضي ماضي تام مش عارف ايه، بس انا هوريك واحنا بنحل ان شاء الله هتحل ال 100 سؤال بالكامل، انت اللي بتحلهم بايدك، انا ما بحطش ايدي في سؤال باذن الله. خلاص؟ بس تدعي لي اقسم بالله انا تعبان قوي، تدعي لي عشان كده بقى. ده عشان يطلع لك مش بسهوله، مش بالساهل ده، ومفيش، اقسم بالله انت اللي مميز عن اي طالب بالكلام اللي انا بقوله لك ده. انت اللي مميز عن اي طالب موجود في مصر باللي انا بحكيه لك ده وباللي انا بعلمه لك ده. خلاص؟ والتجميعات دي كده ربنا خلاص يا سيدي، خلاص يا سيدي، بس الحمد لله. اخر حاجه بقى، ما تنساش انك تصلي على النبي وتكلمني على رقم 012 ماشي، وتقول لي ايه الاخبار. خلاص؟ بس اخر حاجه بقى، ربنا يكرمك وربنا يوفقك وربنا معاك، ولو احتجت اي حاجه اتواصل معانا على الرقم او رقم 010 اتواصل، وان شاء الله اول ما يجي دورك هتلاقينا بنرد عليك. بس يا سيدي ركز معايا في محاضرات الواجب، وركز معايا في محاضرات الكلمات ومحاضره القطعه اللي بنزلها والترجمه، وركز معايا في كل حاجه، وما تقلقش من الباراجراف، وما تقلقش من القصه، وما تقلقش من اي حاجه خالص. انت مع عمر السخاوي. خلاص؟ اخر حاجه ما تنساش انك صلي على النبي. سلام.